الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أن
إنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب، ثم يؤتى بالمتصدق فينصب للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب لهم ديوان، فيصب عليهم الأجر صبا حتى إن أهل العافية لا يتمنون أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله لهم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan seorang syahid, lalu ia ditegakkan untuk dihisab. Kemudian didatangkan seorang ahli sedekah, lalu ia pun ditegakkan untuk dihisab. Kemudian didatangkan orang-orang yang terkena bala, namun timbangan amal tidak dipasang untuk mereka dan catatan amal pun tidak dibuatkan untuk mereka. Lalu pahala dituangkan kepada mereka dengan derasnya, sampai orang-orang yang tidak tertimpa bala serangan, sampai orang-orang yang tidak tertimpa bala berangan-angan, sekiranya tubuh mereka sewaktu di dunia dipotong-potong dengan gunting, karena begitu baiknya pahala yang Allah berikan untuk mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. An Mahmud bin Labid radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: idza ahabba Allahu qauman ibtalahum faman sabara falahu sabru wa man jazi'a falahu jaza'u. Dari Mahmud bin Labis radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa bersabar, ia akan mendapatkan pahala kesabaran, dan barang siapa mengeluh, maka keluh kesah itulah yang ia dapatkan. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa bersabar, ia akan mendapatkan pahala kesabaran, dan barang siapa yang mengeluh, maka keluh kesah itulah yang ia dapatkan. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah fama yablughuha bi'amalihi fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yablughaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dapat mempunyai derajat di sisi Allah yang tidak bisa digapai dengan amal-amalnya, yakni Allah terus-menerus mengujinya dengan perkara yang tidak diinginkannya sehingga ia mencapai derajat tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dapat mempunyai derajat di sisi Allah yang tidak bisa digapai dengan amal-amalnya, yakni Allah terus-menerus mengujinya dengan perkara yang tidak diinginkannya sehingga ia mencapai derajat tersebut. Hadis riwayat Abu Ya'la.
An Abi Sa'id al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta asy-syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika seorang muslim ditimpa kepayahan, sakit yang tak kunjung sembuh, kegalauan, kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan sepucuk duri yang menusuknya sekalipun, maka dengan sebab semua itu Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosanya. Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika seorang muslim ditimpa kepayahan, sakit yang tak kunjung sembuh, kegalauan, kesedihan, gangguan dan kesusahan, maka bahkan sepucuk duri yang menusuknya sekalipun, maka dengan sebab semua itu Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm farhahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yustajabu lahu wa na'udzu bika minas sa'amati wal malalah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Taqabbalallahu minkum.